بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا حلوين معايا النهارده في فيديو جديد. عملنا مع بعض كحك العيد في الفيديو اللي فات بطريقه جميله جدا. النهارده هنعمل مع بعض الغريبه بس بالزبده، طعم خطير جدا ودايبه دوب. يلا بينا نشوف الطريقه. بس لو اول مره بتشوفوا قناتي متنسوش تضغطوا على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، ولايك لو عجبكم الفيديو. يلا بينا على الوصفه. الاول بسم الله وعلى بركه الله هنعمل مع بعض الغريبه. انا عارفه طبعا ان الغريبه بتتعمل بالسمنه. احنا النهارده بقى هنعملها مع بعض كده بالزبده بطريقه تجنن وخطيره خطيره، هتعجبكم جدا. معايا حوالي 200 جرام زبده. انا هنا استخدمت زبده فرن، انت تقدروا تستخدموا النوع اللي انتوا عايزينه. دول حوالي كوبايه ونص زبده سايحه، تمام كده. يعني هم حوالي 200 جرام وشوية، يعني لو انت مسيحاها على النار هتبقى حوالي كوباية ونص زبدة، تمام كده. ومعايا كوباية سكر وطحنتها، ومعايا لوز عشان نزوق بيه، ومعايا كيلو دقيق واحد. انا استخدمت دقيق الذهبي. انت تستخدموا النوع اللي تحبيه، بس انا بفضل في الغريبة نجيب الدقيق نضيف شوية، تمام كده. طبعا انتوا عارفين قبل اي حاجة في الدنيا هنعملها هننخل الدقيق بتاعنا. انا هستخدم النهاردة 4 كوبايات بس، مش هاخد الكيلو الدقيق كله، تمام كده. يبقى احنا هنعمل النهاردة الغريبة مع بعض يا حلوين. 4 كوبايات دقيق هتشوفوهم مع بعض دلوقتي، وعليهم كوباية سكر، وحوالي كوباية ونص زبدة لو انت مسيحاها، تمام كده. ادي تاني كوباية. خلوها تملي كده يا حلوين معانا في اي وصفة بنعملها للمخبوزات سواء للعيد او غيره. اول خطوة بتعملوها بننخل الدقيق، تفرق جدا معانا في كل المعجنات. وادي تالت كوباية. ميرسي جدا يا حلوين للناس اللي بتكتب لي كومنتات حلوة كده زيكم. ميرسي جدا، وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم يا رب. عايزه اقول لكم على حاجه. النهارده طريقه الغريبه بالزبده هعملها لكم من غير مضرب. وكمان هنعملها هي مش فعلا مش بيضه كده زي الغريبه اللي بالسمنه، مش هنجيبها الدرجه جديده. انا هعملها معاكم بابسط الطرق. هنعملها بمضرب يدوي عادي جدا جدا، عشان اللي ما عندوش امكانيات نعمل مع بعض كده ابسط الامكانيات، وان شاء الله نطلع نتيجه هايله. نخلت ال4 كوبايات دقيق، حطيت عليهم رشة ملح صغيرة، حوالي نص معلقة صغيرة كده أو أقل، رشاية صغيرة كده على 4 كوبايات دقيق، تمام كده. وبعد كده هنقلبهم مع بعض، وهنجيب طبق. وهحاول كل الحكاية ان انا اهرس الزبدة مش اكتر. ممكن لو انتي مسيحة الزبدة قبلها مش هتعملي الخطوة دي، لكن انا عبارة بالمضرب يد وهو زي ما انتوا شايفين، يا دوب هفكك الزبدة من بعضها، وبعد كده هنكمل بايدنا. للناس اللي ما عندهاش المضرب الكهرباء تقدر تستخدم الوصفة بتاعتي النهاردة دي، جميلة جدا جدا والنتيجة مبهرة، وهنشوفها مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده دوبتها يا دوب بس كده، سيحتها بس كده. طبعا الزبدة بتكون بدرجة حرارة المطبخ يا حلوين، ما بتكونش في التلاجة. بعد كده هننزل عليها بكوباية السكر البودر، زي ما انتوا شايفين كده، وبرضه هننخلها. خطوة النهاردة سهلة وبسيطة جدا، ممكن تستغنوا عن الزبدة وتعملوا نفس الطريقة بالمضرب اليدوي وكل حاجة زي ما انا بعمل كده، بس بالسمنة بدل الزبدة. انا النهاردة عاملاها معاكم بالزبدة، طعمها خطيرة خطيرة خطيرة. حاولوا تجربوها كده وقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم. بعد كده حاولت يا دوب قلبتها تقلبتين كده زي ما انتوا شايفين. انا سبتها تحتفظ باللون الاصفر بتاعها. لو ضربناها بمضرب البيض اللي هو الكهرباء ممكن تفتح شوية عن كده، بس انا بوريكم حتى لو ما عملتهاش بالمضرب واستخدمتي بايدنا بس كده، والطرق البسيطة جدا جدا هتطلع معاكم احلى غريبة. بعد كده بقى بعد ما شفناها كده دمجناهم كده مع بعض السكر والزبدة،
بعد كده هنبدأ ننزل بالدقيق. طبعا ما ينفعش ننزل الكمية كلها مع بعضها لان مش كل الدقيق زي بعضه يا حلوين، احنا هنضيف شوية شوية لكن هنعملها بالاربع كوبايات كلهم. تمام كده، وهنقلبها مع بعض كده وهنعجنها بايدنا وهنشوف لو ناشفة بتكسر كده معانا هتبقى عايزة معلقتين زبدة. لو تمام والعجينة سهلة ومرنة كده معانا يبقى المقادير معانا مظبوطة وتمام. هنشوف كده مع بعض يا حلوين خطوة بخطوة هنعملها مع بعض. يا رب الوصفة تعجبكم، وحاولوا تجربوا وتعملوا الغريبة بالزبدة الصفراء تعجبكم جدا. بعد كده هنقلبها يا حلوين زي ما انتوا شايفين كده، نقلب بالمعلقة عادي بسباتيولا اي حاجة. احنا النهاردة كل شغلنا بعيد عن المضرب. بعد كده شايفين اللهم بارك، شايفين العجينة جميلة جدا جدا ولونها مصفر كده ومحتفظة بلون الزبدة وطعمها خطير جدا يا جماعة، حاولوا تجربوها. بعد كده هناخد بقى قطع صغيرة كده، انتوا عارفين ان الغريبة بتنفش كده معانا لما بتستوي، فحاولوا تصغروا حجمها بحيث ان هي لما تخرج من الفرن يبقى شكلها لطيف. بعد كده هنزوق بقى باللي عندكم. ممكن تعملوا زي ما انا عملت كده النهاردة باللوز، ممكن تحطي اي حاجة اي حاجة، اي مكسرات ممكن تعملوها سادة، ممكن تحطي اللي هي الحبيبات اللي بتبقى شبه الاسترسات دي، جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده يا حلوين. هنعمل واحدة كمان مع بعض، هي ضغطة خفيفة كده مش اكتر. وبعد كده هنضغط عليها باللوزة زي ما انتوا شايفين كده. اللي انا عايزة اقول لكم انا عملت 4 كوبايات، اللهم بارك يا رب، قطعت معايا كمية كبيرة جدا. انا هعمل لكم صينية واحدة في الفرن. طبعا الفرن انت مولعاه قبلها بفترة، قبل ما بتبتدي كده، قبل ما بنبتدي الوصفة بتاعتنا بنشغل الفرن. بعد كده بنحط الشبكة في النص، ومجرد ما اصفرت من تحت كده وبدأت ما تسيبوهاش تنشف يا حلوين، بدأت تستوي كده، بنرفعها من على النار، بنخرجها من الفرن، بتطلع النتيجة زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك. الغريبة عاطية لون ذهبي كده وبجد طعمها خطير جدا جدا جدا. حاولوا تجربوها. يا رب وصفة النهاردة تكون سهلة وبسيطة كده عليكم، وتحاولوا تجربوها يا حلوين. حاولوا كده تجربوا على ضمانتي، خدوا الخطوة دي معايا ويلا نعمل مع بعض الغريبة العيد بالدايبة دوب اللي تجنن، اللي ريحتها خطيرة جدا بالزبدة. شايفين اللهم بارك. يا رب الوصفة تكون عليكم.